اليوم باش تجيب لي قضية مزيفة تاع حكم ذاتي ما حكم ذاتي وخرافات تاع شحاول تاع ما نعرف. فرق كبير 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 في المستوى، أخلاقيا سياسيا، في الخطاب، في التوقيت، في كل شيء. من جهة يقول لك رغم أنه انتصار دبلوماسي ساحق للمغرب، يعني حتى اليوم الصحافة الدولية لو موند وغيرها رغم أنها يسارية ومعادية على العموم للمغرب يقول لك أن المغرب حقق انتصار دبلوماسي كبير في مجلس الأمن. العاهل المغربي يقول لك هذا ليس انتصار ونبقى منفتحين ونريد حل لا غالب فيه ولا مغلوب. هنا تتكبر ببلدك، تكبر بنفسك، تعطي هيبة لنفسك. شوف القذارة، خطاب مبادرة الآن ماذا سيقول الرئيس المعين عبد المجيد تبون؟ المبادرة تاع جحا تبناها مجلس الأمن، مبادرة تاع جحا. شوف العبارات السوقية، إسبانيا تكيكات، يعني هذه فقط كي نبقاو في ملف الصحراء. اللي بغى اللي يندب يندب واللي ما يندبش قضية الصحراء، هذا مستوى. شوف الفرق هنا، لهذا قلت لكم السقوط مدوي اليوم. السقوط لما تقارن يعني الخطاب تاع العاهل المغربي زاد في الحده تاع سقوط النظام الجزائري اليوم. اخواننا في مخيمات تندوف لاغتنام هذه الفرصه التاريخيه لجمع الشباب اهاليهم ما يتيح الحكم الذاتي للمساهمه في تدبير شؤونهم المحليه وفي تنميه وطنهم وبناء مستقبلهم في اطار المغرب الموحد وبصفته ملك البلاد الضامن لحقوق وحريات المواطنين. واكد ان جميع المغاربه سواسيه لا فرق بين العائدين من مخيمات الدوف وبين اخوانهم داخل ارض الوطن. ومن جهه اخرى ادعو اخي فخامه الرئيس المجيد تبون لحوار اخوي صادق بين المغرب والجزائر من اجل تجاوز الخلافات وبناء علاقات جديده تقوم على احتقار روابط الاخوه وحسن الجوار. نجدد التزامنا بمواصله العمل من اجل احياء الاتحاد المغاربي على اساس الاحترام المتبادل والتعاون. هذا هو يسمى حشر في الزاوية. التوقيت، الاختيار تاع التوقيت دائما نقول مهم. الفرق بين الدبلوماسية المغربية بين خطابات العرش، يعني لما أقول خطابات العرش معناتها الخطابات الملكية، وبين خطابات القذارة للنظام الجزائري. النظام الجزائري ينبح يوميا، لا يتوقف على النباح، على العويل، على البكاء، على السب، على الشتم، على القذارة المستمرة. لكن العاهل المغربي يختار التوقيت. قرار في مجلس الأمن يخرج بعده بخطاب رغم أنه المنتصر يزيد يقدم، يقول لك أنا لا أقدم هذا أنه انتصار وأريد حلا لا غالب فيه ولا مغلوب. هذا يزيد يضخم في حجم الانتصار، لأنك تزيد تعطي لنفسك الصورة بأنك من هو مترفع على أنه على الخلافات، على استغلال هذا لإذلال النظام الجزائري. معناتها زاد إذلال النظام الجزائري ضربه في 1000 بهذا التواضع اللي هو تواضع براغماتي دائما أقولها. شوف الفرق لكن في الخطابات، بالإضافة إلى الدعوة إلى من المحتجزين في مخيمات تندوف، قول بأن المغاربة سواسية معناتها يصفهم وهم حقيقة بأنهم مغاربة، ويدعوهم إلى لم الشمل وإلى الدخول إلى المغرب كمواطنين مغاربة سواسية مع بقية المواطنين. معناتها انفتاح على منهم في مخيمات تندوف. دعوة الرئيس المعين عبد المجيد تبون إلى حوار دون سب، دون شتم، دون مساس يعني شوف الفرق. واحد يقول لك خطابات شحا والتكاكات واللي يندب يندب، واحد يقول لك ادعو فخامة الرئيس تبون إلى حوار. شوف الفرق في المستوى، شوف الفرق في الخطاب، وشوف أيضا الفرق في إدراك ما هو محيط به، بأن الولايات المتحدة الأمريكية تراقب، بأن هناك رغبة الآن في الصلح والسلام، بأن العالم يرى، يعني العالم اليوم يرى صاحب الخطابات القذرة هو النظام الجزائري، صاحب التعفين الأوضاع في المنطقة هي الجزائر عبر النظام الجزائري، من يشتت الشمل هو النظام الجزائري، وفي طرف آخر من يبسط اليد الممدودة هو المغرب.